معلومة صادمة قد لا يعرفها الكثير من بني البشر، وهو أنهم كانوا على حافة الانقراض، حيث تشير الأبحاث والتقارير العلمية أنه لولا نجاة 1480 من أسلافنا القدامى لكان الجنس البشري على وشك الانقراض قبل 900 ألف عام. فمنذ حوالي 900 ألف سنة وصل أسلاف البشر في إفريقيا إلى نقطة الانقراض، حيث انخفض عددهم إلى 1280 فردا فقط. هذه الفترة الزمنية المعروفة بالاختناق السكاني استمرت حوالي 117 ألف سنة، وباستخدام أدوات جديدة في تحليل الجينات استطاع العلماء تتبع انخفاض عدد سكان أسلاف البشر منذ مئات الآلاف من السنين. فوفقا لدراسة نشرت في مجلة ساينس العلمية تظهر أن ما يقرب من 98.7% من أسلافنا قد فقدوا تماما. ووفقا للدراسة أيضا أدت التغيرات المناخية في تلك الفترة إلى فترات طويلة من الجفاف في إفريقيا بالتحديد، مما قد يكون ساهم في انقراض بعض أسلافنا البشر وبروز أنواع وسلالات جديدة. كما كشفت الدراسة أيضاً عن كيفية أن هذا الاختناق السكاني ربما أدى إلى فقدان جزء كبير من التنوع الوراثي، مما أثر على تطور بعض السمات البشرية المهمة مثل حجم الدماغ كما هو عليه الحال الآن.